قلعة حارم الأثرية. وتقع هذه القلعة على خط الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في الشهر الثاني 2023، وقد نالها قسط كبير من الدمار. وهي مبنية على تل صخري في أقصى الشمال في محافظة إدلب، وبنيت في القرن العاشر الميلادي على الطراز المعماري الأيوبي. وحيث حولت جبهة النصرة قسم منها لسجن كبير بعد سيطرتها على المنطقة في منتصف سنة 2014. وحيث تقع قلعة حارم في الشمال الشرقي من محافظة إدلب، ويحيط بالقلعة من الشمال خندق كبير بطول 25 مترا وعرض 8 أمتار. وتضم هذه القلعة بين جنباتها أبراج مراقبة وجدران ضخمة وحمامات وسراديب سرية تربط على القلعة بأسفلها. وفيها نبع ماء يسقي سكان مدينة حارم. وبالدخول من مدينة القلعة يتصدر مستودع صغير ثم ممرين من اليمين والشمال، وثم يليهم سوق يضم 12 محلا، وبينهما مداخل على المستودعات والغرف على سطح القلعة.